يقول: أصيب أحد كبار تجار دمشق بسرطان قاتل في سبعينات القرن الماضي. يقول: يومها لم تكن تعرف الشام هذا المرض. قرر الرجل بأمواله وبما معه من سعة أن يذهب إلى أمريكا للعلاج. عنده القدرة المادية وذهب. ولما ذهب إلى الطبيب المعالج أجرى فحوصات وتحليلات وقام بكافة ما تتطلبه حاجة المريض. ولما نظر الطبيب في الفحوصات إذا به ينظر إلى هذا التاجر الثري صاحب المال وصاحب الثراء وصاحب الجاه. قال له: إن حالتك متأخرة، لقد استشرى المرض في جسدك ولن ينفع معه علاج. فإذا بالرجل التاجر يصيبه الضيق والهم. قال له الطبيب: إن حالتك على الأمد البعيد وإن طالت لن تعيش أكثر من شهر، فعد إلى بلدك واستمتع بما عندك وعيش حياتك، متع نفسك بما تشتهي. قال: فعاد التاجر الدمشقي وهو حزين. ولما جلس في بيته وقد مضى من الشهر ثلثاه، يعني لم يتبقى إلا ثلث الشهر على الموعد الذي حدده الطبيب، جلس هذا التاجر في يوم ماطر، يوم شتاء، وقد كتم الضيق أنفاسه وأكل الهم قلبه، فقرر أن يخرج يتمشى في الطريق. وبينما هو يمشي في الطرقات صعد على رصيف من الأرصفة، جاءه الهم والضيق فأتعبه فلم يقدر على الحركة. وبينما هو واقف على الرصيف إذا به بجواره يرى امرأة صبية تقف مع شاب يظهر عليه علامات الغنى والثراء. وقفت المرأة وهي تطلب من الشاب وتقول له: أعني، إن صاحب البيت قد أخرجني من بيتي ومعي أطفالي لأنه ليست عندي قدرة على دفع إيجار البيت. امتنع الشاب الثري أن يعطيه. قالت المرأة والحاجة تقهرها: أعطني ما آتي به بخبز أولادي وأذهب إلى صاحب البيت حتى لا أجلس في الشارع، وخذ ما شئت، إني أعرض عليك جسدي. سمعها التاجر الثري ولكنه ظل صامتا. أخذ الشاب يراودها عن نفسها بسعر بخس. رأت المرأة أن هذا السعر لن يكفي إيجار البيت وما اعتادت أن تفعل هذا الذنب. ثم مضى الفتى ولم يعبأ لها ولا بهمها ولا بأطفالها. حينها اقترب التاجر الدمشقي ونظر إلى المرأة وقد اغرورقت عيناها بالدموع وسألها: سمعت ما دار بينك وبين هذا الفتى، فلماذا يا بنيتي لجأت إلى هذا؟ قالت: أقسم بالذي رفع السماوات بغير عمد أنني ما فعلتها قبل ذلك، وأن ما ألجأني إليه هو حاجتي وحاجتي